النقطة الثانية هي ما هي الواجبات على الإعلام أثناء الانتخابات. هناك دور على الإعلام، ربما تعبير المسؤولية الاجتماعية هنا يلخص هذا الدور. وكما اتضح لنا من العرض، هذه ليست وظيفة، وإنما هو دور متعلق بإيمان مرتبط بالإيمان بالقواعد الديمقراطية وممارسة التعبير عن الرأي، وأيضا الحيادية والمهنية والالتزام بالقواعد الأخلاقية التي يتفق عليها المجتمع. 2 أو 3 نقطة مهمة تتعلق بالسلطات المسؤولة عن العملية الانتخابية، وهذا الأمر مرتبط بوجود تشريع مناسب يوضح الحقوق والمسؤوليات المختلفة في المجتمع. يوضح دور إذا كانت هناك لجنة خاصة أو مفوضية عليا للانتخابات، ما هي القواعد التي تحكم عملها، علاقتها بالعملية الانتخابية، علاقتها بالانتخابات. ثم هل هناك جهة رقابية محايدة لتصحيح أداء الإعلام، وما هي وظيفة هذه الجهة الرقابية المحايدة، ومن يصنع هذه الجهة الرقابية المحايدة. وجدنا مثلا على سبيل المثال نموذج مهم أو نقطة جدلية مهمة هو حق الرد. في اللحظات الانتخابية حق الرد هنا لابد أن يعالج بحساسية شديدة حينما تقوم جهة إعلامية سواء مطبوعة أو مقروءة أو مسموعة بنشر خبر عن أحد المرشحين ويتضح أن هذا الخبر ليس صحيح. حق الرد هنا هل في حدود 24 ساعة كما يقر القانون في الحالات العادية على مدى 30 يوم. استشهد الدكتور ريكاردو ببعض التجارب في أذربيجان وغيرها وربما موريتانيا. أريد أن أقول ربما الموقع الجغرافي الخاص بالبلد الذي يطمح لبناء نظام ديمقراطي حقيقي، الموقع الجغرافي، البيئة الجغرافية المحيطة به لها دور هام. فما بالك أن مصر حدثت فيها ثورة عظيمة، ولكن هذه الثورة العظيمة حتى هذه اللحظة يحاول إجهاضها بكل السبل من محيطها الجغرافي، أي أن هناك بلدان في محيط مصر تعمل إما على وقت الثورة أو بالحد الأدنى محاصرتها في إطار مصر. لذلك أنا بقول إن دور الإعلام لو كان على درجة كبيرة من اللي إحنا كنا بنرجوه بعد الثورة، في حاجات كانت لازما الإعلام يقوم بيها في الفترة دي. إحنا داخلين على الانتخابات، فدي حاجتين لازم الإعلام يقوم بيهم. إحنا عايزين نعرف إيه دور الإعلام في توعية المواطنين تجاه حقوقهم الشخصية وحقوقهم الانتخابية. إزاي الإعلام نايم الفترة اللي فاتت دي كلها. لازم يكون الإعلام ليه دور في إنه يوعي المواطن إنه إزاي يرشح عضو مجلس الشعب، إزاي يعرفوا إيه الفرق بين عضو مجلس الشعب وعضو المجلس المحلي، إزاي يعرفوا إن هو ما ينتخبش حد علشان الفلوس اللي هو بيدفعها له أو علشان إن هو واقف على المنبر بيخطب خطبة عصماء. That the hack is responsible for developing. But I don't know if they did already. They did. But the media didn't study. They did not study. No. But again, did the hack made a public conference where they provided the media with these documents? So this is an important element. If there has to be an educational approach also by HEC. I was hoping to have some representatives of HEC. I know that IFES has invited them here today. Unfortunately, I don't think that they are here. But it's important that also the electoral management body